تخيلوا إن معظم دول العالم بتاكل عيش وفاتحين بيوتهم من وراء آثارنا المصرية الموجودة عندهم. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. ولو مش مصدقين تعالوا أوريكم، يلا بينا. اسمع يا ستي ويا سيدي، 188 ألف قطعة في بريطانيا في 5 متاحف، 205 ألف قطعة في أمريكا في 6 متاحف، 46 ألف قطعة في إيطاليا في 3 متاحف، و80 ألف قطعة في برلين، و50 ألف قطعة في فرنسا، 25 ألف قطعة في كندا، و12 ألف قطعة في النمسا. لا وإيه؟ كل اللي قلناه ده المعروف والمعتمد في منظمة اليونسكو، يعني ما خفي كان أعظم. وبرغم الكم الهائل من الآثار اللي بره دي، وبرضه عملنا أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة. أزيدكم من الشعر بيت، كل الآثار اللي بره مصر واللي جوه، ويدوب ما جبناش تلت الآثار الموجودة في أرض مصر. ما هي أهمية المتحف المصري الكبير؟ أولاً، به حصاد الحضارة المصرية، فكل آثاره من الحضارة المصرية، فلا توجد قطعة واحدة تم شراؤها أو مسروقة كما في باقي متاحف العالم. فهو متحف مصري على أرض مصرية، يعرض مقتنيات الحضارة المصرية، بني بسواعد مصرية، وتم افتتاحه بواسطة أبناء مصر. كما أنه المتحف الوحيد في العالم الذي يعرض آثاراً لحضارة واحدة فقط، غير أنه سيكون أهم الأعمدة التي سيرتكز عليها الاقتصاد السياحي لما يتمتع به هذا المتحف من مسار زيارة على أعلى مستوى، إلى جانب إدخال أحدث وسائل التقنية على قاعاته ليساير التطور العلمي في العالم كله. بالإضافة إلى أن هذا المتحف يوجد به أهم المقتنيات الأثرية في العالم، وهذا بشهادة الأمم المتحدة لهذه المقتنيات. تعالوا بقى نشوف الصعوبات اللي قابلت الدولة المصرية وهي بتنشئ لنا الصرح العظيم ده. أول مشكلة كانت التمويل وتوفير القروض، ويا دوب الدولة حلت المشكلة فتقوم ثورة يناير 2011 وقفت المشروع لسنين، ولسه هنكمل نتفاجئ بشوية اضطرابات وتوترات إقليمية قابلت الدولة، وأول ما الدولة فاقت منها وبرضه هتكمل تقوم تهل علينا كورونا واللي وقفت العالم كله معاها. ده غير التحديات اللوجستية لنقل الآثار نفسها والمومياوات. الموضوع كان شاق ومش سهل، لكن بفضل من ربنا ثم الإرادة المصرية قدرنا ننشئ المتحف المصري الكبير اللي أشاد بيه العالم كله. استنوني في الحلقة الجاية، هناخد جولة جوه المتحف الكبير، وكمان هنشوف المصريين عملوا إيه لما دخلوا المتحف. أتمناكم بخير، تحياتي للجميع.